السلام عليكم أعزائي المستمعين. اليوم حلقتنا موجهة لعيالنا المراهقين، هالجيل الجميل اللي كله مرح، حب ودفء، ومعاه شوية لخبطة، توتر وقلق. أكيد كلنا مرينا بمرحلة المراهقة وعشنا مشاعرها، لكن اللي يفرق جيل اليوم عنا هو سرعة هائلة في الأحداث، التكنولوجيا والانفتاح الكبير. جيل اليوم كبر وسط سوشيال ميديا، وسط محتوى ما لا نهاية، وصار يعرف أخبار العالم كله من تلفونه. زمان كنا نعرف المشاهير من التلفزيون بس، ممثلين، مغنين، رياضين. أما اليوم أي حد يفتح كاميرا ويقدم محتوى صار مشهور، سواء كانت حياته حقيقية أو مجرد واجهة على سوشيال ميديا. وهني تبدأ المشكلة، المقارنة. عيالنا يقارنون نفسهم بحياة ناس ما يعرفونهم، بحياة غالباً غير واقعية. المحظوظ فيهم هو اللي عنده أم أو الأب أو الاثنين قاعدين معاه، يسمعونه، يشرحوا له ويوجهونه. لكن للأسف في وايد منهم ما حصلوا هالدعم، ما حد شرح لهم شو الصح وشو الغلط، شو يناسب قيمنا ومجتمعنا، وشو الشيء اللي يضيع وقتهم أو يسبب لهم ألم داخلي. عشان كذي حسيت إن جزء من مسؤوليتي إني أخصص هالحلقة لكم يا مراهقين، يا الحلوين. نتكلم معاكم، نسمعكم، ونحاول على قد ما نقدر نكون جنبكم. فصلوا على النبي وخلونا نبدأ. عيالنا الغالين، خلونا نسأل نفسنا بصراحة، كم مرة نزلتوا صورة على سوشيال ميديا وتميتوا تراقبون كم لايك حصلت، كم كومنت، كم شير؟ كم مرة استخدمتوا فلاتر لأنكم مش واثقين بجمالكم الطبيعي؟ وكم مرة قارنتم نفسكم بمشاهير اللي تشوفونهم يومياً؟ حاولتوا تقلدون طريقة لبسهم، كلامهم، حتى التحديات اللي يسوونها، بس من الداخل انتوا حاسين إنها مو بشخصيتكم. كم مرة مشيتوا ورا الترند فقط عشان ما تحسون إنكم برا الصورة، أو عشان تحصلون تفاعل؟ كل هالأشياء لو فكرنا فيها ممكن تكون سبب كبير في قلق، توتر، وفقدان ثقة بالنفس، وأحياناً شعور بعدم الرضا عن نفسنا، تخلينا نبتعد عن العالم الواقعي، عن العلاقات الحقيقية، وعن نفسنا الحقيقية. أنا عارف إن في كثير منكم بيقول بس هذه هي الحياة الحين، لازم نتطور ونواكب العصر، نستخدم اللي حوالينا من التكنولوجيا. وهذا الصح، التطور مهم، لكن اللي أهم منه هو كيف نستخدم هالموارد ومتى نحط حدود. إذا كنا نستخدمها بالطريقة الصحيحة، المفروض ما نحس إننا ضايعين أو مكسورين أو مضغوطين طول الوقت. ما تقولوا لي شو يعني؟ بقولكم مثال. مرة شفت حلقة برنامج كان فيها زوجين من المشاهير انفصلوا من بعض، وبعد سنة تقريبا أو سنتين رجعوا لبعض، وقالوا شيء صدمني. قالوا إنهم كانوا يصورون فيديوهات مع بعض وهم مبتسمين ويسافرون ويبثون حياة مثالية على السوشيال ميديا، بس في الحقيقة كانوا على وشك الطلاق. يعني قبل 3 أيام من الطلاق كانوا يضحكون قدام الكاميرا. ليش؟ لأنهم وقعوا عقد مع شركة، ولو ما نزلوا هالفيديوهات عليهم غرامة كبيرة جدا. هني الزوج قال جملة وايد مهمة، قال لا تعتبرونا قدوة، لأن أغلب اللي تشوفونه في السوشيال ميديا مش حقيقي. وعشان كذي يا عيالي، مهم نعرف متى نصدق ومتى نشك، ومهم نحب نفسنا على حقيقتها بدون مقارنات، ومهم نعيش واقعنا ونبني علاقات حقيقية مع نفسنا ومع الناس اللي حوالينا. أكيد كلكم يا عيالي الغالين سمعتوا عن فومو، وإذا ما سمعتوا عنه هو باختصار Fear of Missing Out، يعني الخوف من أن يفوتك شيء. وهذا الشعور وايد شركات ومؤثرين يستخدمونها كاستراتيجية تسويق في السوشيال ميديا، يخلونك تحس إنك لازم تشتري ولازم تسوي ولازم تواكب، وإذا ما سويت بتحس إنك متأخر أو إنك أنت مو بكول. بعطيكم مثال بسيط. لعبة جديدة نزلت من فترة أكيد تعرفونها، دمية شكلها مخيف. أنت في العادة ما بتلاحظها في المحل، بس أول ما نشوفها منتشرة في كل مكان وفي كل يد وكل ستوري، فجأة تصير تباهى وسعرها يصير بالمئات. ومو بس العيال اللي يطلبونها،
لا، حتى الأهالي صاروا يشترونها بدون ما يسألون هل هي تستحق؟ هل فعلا تحتاجها؟ وهني يظهر فومو، الخوف من إنك تكون الوحيد اللي ما عنده شيء اللي الكل عنده. بس يا عيالي، هالشي طبيعي، لأن الإنسان بطبعه اجتماعي، ما يحب يكون مختلف أو مرفوض من المجتمع. لكن هني نوقف شوية ونفكر، هل كل شيء يمشي فيه الناس لازم نمشي فيه نحن بعد؟ هل كل ترند يناسبني؟ السوشيال ميديا AI أدوات قوية ومفيدة، بس لها آثار جانبية إذا ما عرفنا كيف نستخدمها. ونحن اللي نقرر نستخدمها عشان نرتقي ونستفيد، ولا نخليها تتحكم فينا وتضغطنا. والقرار دايما في إيدنا. بس وقفت يوم من الأيام وسألت نفسكم، ليش أصلا السوشيال ميديا تسبب لنا القلق أو التوتر؟ شو اللي يصير لما حد يسوي لك لايك على صورتك، أو يكتب لك كومنت حلو، أو ينشر لك بوست؟ تحس بالسعادة صح؟ تحس إنك محبوب، مقبول، مهم. بس اللي قاعد يصير علمياً إن المخ يفرز مادة اسمها الدوبامين، وهذه هي نفس المادة اللي تحس فيها لما تركب لعبة سريعة أو لما تفوز في التحدي. بس المشكلة إنها سعادة لحظية، تخلص بعد شوية وترجع تحس بفراغ، ترجع تدور على التفاعل أكثر وتدخل في الدوامة بدون ما تحس. ولما يكون في هذا الفراغ، خاصة لو الأهل مش موجودين معنوياً أو العلاقة معهم ضعيفة، العيال يدورون على حب والاهتمام في مكان ثاني، في سوشيال ميديا، في متابعين ما يعرفونهم، في علاقات مش حقيقية. بس صدقوني، المعجبين ما يعرفونكم ولا عايشين معاكم، يعطونكم لايك ويضحكون وبعدها يكملون يومهم وينسونكم. لأن في النهاية المشاهير على السوشيال ميديا بالنسبة لهم وسيلة ترفيه، مو بأشخاص حقيقيين. والمشكلة الأكبر إن البعض بدأ يربط قيمة نفسه بعدد المتابعين، ما يهم إذا المحتوى هادف أو لا، إذا كان مؤثر أو ضار. المهم بس كم فولور عندي، كم لايك، كم شير. بس يا عيالي، خلونا نوقف شوية ونفكر، هل أنا فعلا أقيس نفسي بعدد الناس اللي ضغطوا الزر، ولا أقيس نفسي بالشخص اللي أنا عليه، بأخلاقي، بعقلي، بطموحاتي وبواقعي؟ وفي نهاية الحلقة يا حبايبي أبى أقولكم شيء مهم، قرار التغيير هو من أصعب القرارات، بس صدقوني التغيير اللي تبدونه اليوم بتجنون ثماره باكر. أنا أعرف إن في الحياة وايد مغريات، وأكيد دايما في ناس بيحاولون يسحبونكم لتحت، خصوصا لما تاخذ قرار إنك تتغير وتكون أفضل. يمكن تضطر تبتعد عن أصدقاء، يمكن تحس إنك مختلف، وهذا مو بسهل. بس تذكر، حياتك مسؤوليتك، وإنت الوحيد اللي بتحاسب على قراراتك. فاسأل نفسك، شو تبى تكون وكيف تبى تعيش، والخطوة تبدأ منك اليوم. أتمنى من قلبي إنكم تستفيدون من الحلقة اليوم ولو شيء بسيط، وأشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من بودكاست قهوة وقيمة. مع السلامة.